أعزائي المتابعين، النهارده هنتكلم عن كلمة بليلة وسبب تسمية الكلمة دي لنادي الزمالك. اسمع. مالك وارتباطه بكلمة بليلة. القصة بدايتها ازاي؟ فكان اخر سطر في العناوين: رئيس الزمالك يمنع البليله داخل النادي، بيع البليله داخل النادي. مجلة النادي الزمالك. مجله نادي الزمالك. فضيحة والله. يعني هم اللي مطلعين الاسم على نفسهم، لما تيجي تقول لهم حاجة زي كده بيزعلوا، مع ان الرئيس بتاعهم قال لك لما حد يقول لك بليلة قول له باللبن. نادي الاهلي هو الاعظم في القارة الافريقية، هو بعبع افريقيا، هو بابا المجال، هو سلطان اللاعب، هو اللي بيتسلطن دايما، هو سيد اسياد افريقيا برضاك غصب عنك. دي القاب لقب بها نادي القرن، نادي الاعظم في القرن، نادي القرن، نادي الاهلي. ده مش كلامي، ده كلام الناس دول، حتى الزملكاويه نفسهم ده كلامهم. شوف رئيس النادي بيقول عن النادي الاهلي ايه: نادي عريق محترم اسمه النادي الاهلي، واللي ما يعرفش قيمه النادي الاهلي يبقى مش من مصر. يا اخي ده قيمه النادي الاهلي عندكم، يعني انت عندكم اهلي دبي وفي اهلي جده وفي اهلي بنغازي. يعني تخيل النادي الوحيد اللي مسمى باسمائه دول عربيه، جماهيره كلها محترمه. طبعا ده كان في وقت من الاوقات، دلوقتي اكل العيش والضحك على الدهون يتطلب التطاول والتدليس ورمي الناس بالباطل. طب بلاش رئيس النادي، شوف كابتن نادي الزمالك اللي هو بيقول على نفسه كده، والاعلامي ورئيس الكوره ما تعرفوش اي شغلانه بيقول عن النادي الاهلي. محليا افضل لعيبه، معظم اللعيبه اللي بتلعب في النادي الاهلي. طب ده راي الزملكاويه. تعالى بقى نطلع بره القاره ونشوف راي الراجل الجزائري ده. كل البلدان العربيه والافريقيه تتمنى ان يكون لها نادي بحجم النادي الاهلي، كاريزمات وامكانيات ورئيس مثل محمود الخطيب. فالجزائر مثلا لو كنا نملك نادي بحجم النادي الاهلي وبانجازات النادي الاهلي لفرشنا له الارض وردا، من الرئيس الى ابسط مواطن في الجزائر، الكل سند ودعم، الكل تشجيع، الكل وقف، الكل سند. لكن غريب امر ما يحدث للاهلي في الكره المصريه ومع مسؤولي الكره المصريه. للاسف الشديد اتساءل، حرب قذره تقاد هنا وهناك ضد الاهلي من اتحاد الكره ومن الاعلام ومن لا أدري من هو المستفيد، ما هي الأسباب وما هي النتائج. إذا أردتم أن تطوروا الكرة المصرية ليس بمحاربة الأهلي، إذا أردتم أن تحققوا الإنجازات والبطولات ليس بمحاربة النادي الأهلي، لأنكم تدركون في الحقيقة أن الكرة المصرية هي النادي الأهلي، سواء على مستوى المنتخب أو على مستوى النوادي أو على مستوى مختلف المسابقات. بهذه الكيفية وبهذا الفكر وبهذه الفلسفة وبهذه الطريقة أنتم تدمرون رمز من رموز الهوية العربية، تحاربون النادي الأهلي يوما بعد يوم، تحاربون قيمة ثابتة وكفاءة وكاريزما اسمها محمود الخطيب. الرجل مريض ولكن يضحي من أجل الكرة المصرية بالدرجة الأولى، يريد أن يعلي راية مصر عاليا في المحافل الدولية والإفريقية والمحلية والقارية، لكن ليس بهذا الشكل. تحاربونه يوما بعد يوم، تتحايلون عليه، تضغطون عليه، تريدونه أن يسقط، ولكن هذا الأمر يتطلب منكم وقت طويل جدا. الأهلي لن يسقط، الأهلي يرحل الخطيب، يأتي رئيس آخر، يرحل جيل بعد جيل. الأهلي هو الأهلي هو سيد إفريقيا، الأهلي هو سيد العرب، مهما كان يبقى الأهلي هو جوهرة الكرة الإفريقية والعربية. تعال نحول شوية على تونس ونشوف رأيهم إيه في النادي الأهلي. فوتبول الأهلي المصري هو بطل القارة وغول القارة وهو مرعب القارة وهو أكثر واحد عنده تيتروات أكثر واحد يعرف يخدم وهو أكثر واحد ستركتوري وهو أكثر واحد يعرف يخدم وهو الجمعية الوحيدة في العالم كي بو سو بيرميتر بستة انترناسيونو بصاروة يمشي يلعب من غيرهم كأس عالم للأندية فوبا وبليسا 7 في مصر بركة، في مصر برك، ويمشي يلعب كأس عالم ويقدم مردود محترم جدا ويترشح ويخسر كونتر بالميراس في الدومي. صادق حبيس 2 بوان. الأهلي المصري غول القارة. شيء أم أبي النادي الأهلي في أسياد أفريقيا وبعبع القارة. طبعا أنت بتطلع تقول إن أنا عجاز، ده غصب عنك، ده مش كلام الأهلاوية، ده كلام الناس الزملكاوية وبره القارة.